ازاي بقى ان احنا ما نخرجش عن الانفعال يعني ما نخرجش عن شعورنا ونبقى منفعلين، ان احنا يبقى عندنا تحكم. مش اول ما حاجه تحصل تقوم انت متعصب ومتنرفز وقايل كلام بتندم عليه بعدين. مش كلكم وقت العصبيه او وقت الزعل ممكن تقولوا كلام وترجعوا تندموا عليه وتقولوا انا ازاي قلت الكلام ده؟ طب لو تحكمت في ده وقفلته واتنفست بهدوء اثناء الغضب، مجرد ما تتنفس بس ضربات القلب بتقل، التوتر والضغوط العصبيه بتقل. مجرد ما دي بتقل انت بتبدأ تلاقي انه تفكيرك بدأ يشتغل بصورة مظبوطة، بصورة افضل. فبتلاقي نفسك عمال ترتب الافكار في دماغك وتقول لنفسك انا كويس ان انا ما اتكلمتش وقت الغضب، لاني انا لو كنت اتكلمت وقت الغضب كنت هقول حاجات هندم عليها بعدين. مش ده اللي بيحصل معاكم في الحياة الواقعية؟ مش احيانا بتتحطوا في موقف والموقف ده بيكون يستدعي رد معين، وبعدين تلاقي نفسك معرفتش ترد الرد ده اثناء الموقف، وبعد ما الموقف يخلص تلاقي نفسك تقول لي يا ريتني كنت قلت له كذا، يا ريتني كنت قلت لها كذا. ليه ما قدرتش في الموقف يبقى حاضر عقلك في الكلام اللي انت كنت عايز تقوله، والرد جالك بعدين وقعدت تقول لنفسك يا ريتني قلت ويا ريتني عملت؟ ليه الرد ما جالكش في الموقف في نفس اللحظة؟ لان انت ما عندكش سيطرة على عقلك.